المنتزه جربت قبل كده تلف المنتزه كلها في يوم واحد؟ انا قررت اعمل كده، وصدقني ما كنتش متخيل انها هتبقى مغامره بالشكل ده. المنتزه مش مجرد حديقه، دي جزء من تاريخ اسكندريه الملكي. بعتبرها مدينه صغيره جوه اسكندريه، كل ركن فيها ليه قصه، من القصور اللي شافت ملوك وحكايات لحد البحر اللي هتشوفه هناك من كل ناحيه. اول ما دخلت المنظر كان خرافي، وكالعاده هتحس بهدوء هيرجعك 50 سنه ورا. تخيل ان الملك فاروق كان في يوم من الايام بيتجول هنا كل يوم الصبح، والقصور اللي حواليك دي كانت بيته الصيفي. وانا بتمشى قابلت حاجات كتير محدش بياخد باله منها. شفت القطر الملكي. جماعة دلوقتي جنب اول ديزل سريع، القطر الملكي في المنتزه، وكمان الصوبة الملكية. خدت جولة في قصر السلاملك وقصر الشاي، وانبهرت بالتفاصيل اللي فيهم وقد ايه كانوا مهتمين ان المنتزه تبقى بالجمال ده. فقبل ما نبدأ الجولة اعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا على اول محطة، فندق على شكل باشا وهو فندق ناريمان. جماعة ده اكتر مكان كان نفسي اشوف منه اسكندرية، ناريمان المنتزه. المبنى ده عبقري، يعني انت اصلا لو شفته من فوق تحس ان هو، عارفين انتوا الكروزز الكبيرة قوي دي، تحس ان هو كروز كبيرة جدا، خطير. اصلا بصوا الشوب بتاع ان وراك الغربان بتطير، قدامك اصلا اشجار بقالها عمر، تحس ان انت في قطعة مش طبيعية. بحر طبعا، بحر متوسط، بحر اسكندرية. فهو ايه الحلاوة والجمال ده. انا لفيت يعني 4 فنادق جوه المنتزه، كلهم احلى من بعض، ولسه اللي هيفتح. يا سيدي على الدلع. من اول ما تدخل الريسبشن هتحس بالفخامه العصريه، والغرف هنا كلها متوزعه على 6 ادوار، وبتشوف يا اما بحر يا اما الجنينه الملكيه، وفي هناك بول خطير، يعني فعلا تجربه كامله جوه المنتزه نفسها. طبعا يا جماعه، انت بقى لو نزيل يا باشا في اي اوتيل ممكن تيجي ليك اكسس لكل الحاجات اللي موجود في الاوتيلات التانية. يعني ده مثلا بول في فندق ناريمان اللي ورايا ده، خطير طبعا ما فيهوش كلام. تيجي تنزل بول كده وتنجوي شاطئ عايده هناك، ودي يا باشا. بس الجمال الحقيقي مش في الفندق نفسه، في اللي حواليه. تخرج منه تلاقي طريق بيمشيك على البحر وانت ماشي وسط شجر وهدوء مش طبيعي، وده اللي خلاني اكمل جولتي واروح لمكان تاني مختلف تماما، المكان اللي بيحكي حكايه الملك فاروق نفسه ومحبته للشاي. فتعالوا نكمل رحلتنا وندخل على قصر الشاي. القصر ده اتعمل مخصوص عشان الملك فاروق يشرب فيه الشاي بتاعه وقت الغروب. يا رب والنبي ربع الروقان ده. النهارده القصر متحول لمكان عام، بس لسه محتفظ بروحه. العمارة بتاعته بسيطة بس كلها تفاصيل ملكية. وقفت هناك شوية والهوا جاي من البحر، حسيت اني فعلا في لحظة من الماضي. قصر الشاي بالنسبة لي مش مجرد مبنى، ده المكان اللي بيخليك تفهم قد ايه الملوك كانوا بيقدروا الجمال واللحظات البسيطة اللي بنفكر انها عادية. بعد ما خلصت جولتي في قصر الشاي كنت فاكر ان خلاص شفت كل حاجة في المنتزه، بس الصراحة ما ينفعش تيجي هنا وما تعديش على قصر السلام. من اول ما تدخلوا الريسبشن بتاع قصر السلاملك في المنتزه، طبعا انتوا هتشوفوا تفاصيل في كل حته. هم هنا مهتمين بالتفاصيل جدا جدا جدا. طبعا استخدامهم للكراسي الكلاسيك، الكراسي الكلاسيك اللي موجوده، الستاير، الزخارف اللي موجوده في الاسقف وفي الحيطان، الحاجات دي مش طبيعيه طبعا، والبورتريز بقى والحاجات دي. فانتوا فعلا تحس انتوا في مكان مش طبيعي يعني بجد. في قصر السلاملك هنا في حاجات حلوه جدا، يعني في فوق الرويال سويت هوريه لكم، في مطعم اسمه لا كومتاس، ممكن اي حد من الفنادق التانية يجي ياكل فيه، واحنا هندخل نجرب الاكل فيه دلوقتي. وممكن طبعا تاخد تور بقى في القصر. يعني القصر اصلا حكايه وروايه. يعني انت اول ما بتدخل هنا هتلاقي في قاعتين، في قاعه هنا ناس عادي بتيجي تاكل فيها، وفي قاعه دي بس هي مقفوله وفيها الترابيزات والحاجات القديمه، وهتلاقوا الازاز بقى الملون ده طبعا، يعني حاجات فين الارض بقى، الباركيه، التجاليد الخشب، الشكل الجميل، الشياكه. يا جماعه لا يعني
شغل مختلف. واكتر لحظه مميزه بالنسبه لي اني كان عندي فرصه اشوف السويت الملكي، وده فعلا من اجمل وافخم السويتات اللي شفتها. الغرفه معموله بذوق كلاسيكي ملكي، سرير ضخم تراس بيطل على البحر مباشره، وتفاصيل صغيره كده تخليك حاسس ان الزمن وقف هنا. وانا هناك كنت بتخيل الملك فاروق واقف في نفس البلكونه دي بيبص على البحر كل يوم. القصر لحد النهارده محافظ على روحه الاصليه، وده يمكن اكتر حاجه خلتني اقدره. المنتزه مليانه اماكن جميله، بس السلاملك ليه كاريزما لوحده. وانا خارج بقى من قصر السلاملك كنت فاكر ان دي اخر محطه في جولتي، بس فجاه لقيت حاجه خطفت عيني، القطر الملكي. يبقى احنا دلوقتي بقى في ايه؟ في القطر الملكي. ده اول ديزل سريع يقول لك اتعمل. يلا بينا ندخل نتفرج. طبعا مفتوح للايه؟ للزوار. تدخل هنا كده، ده اول جزء اللي هو فيه ايه كده، المحرك اهو، حمام، وهنا المحرك بتاع القطر. بص عامل ازاي. انا اول مره ادخل قطر اشوف المحركات بتاعته كده اهو. بصوا تيجي هنا مكان السواق واو ووف، انا اول مره اعمل كده. احساس جامد. ده بيبقى قاعدين كده بقى الحاجات دي صح؟ اكيد بيعملوا كده. بصوا يا جماعه، شركه فيات هي اللي عامله القطر ده اهي، شركه فيات تلاقوه هنا. بس دي كابينه السواق، كابينه السواق في اول ديزل سريع يتعمل. انتوا متخيلين؟ واو تحفه. دي بقى العربيه التانية. في هنا زي مطبخ زي ما انتوا شايفين كده، وكرسي، والتاني كان ندخل بقى هنا برضو حمام. بصوا بقى الحاجات اصلا زي ما هي لسه الحاجات بتاعتها والمقابض. هنا برضو دي زي كده مكان ايه، تلاقيه محسه مكتب كده. هندخل بقى هنا نفسنا دي زي ليفينج روم كده، اللي هو ايه، مكان للقعده يعني، كافيتيريا بقى والكلام ده. اوف. بصوا يا جماعه اصلا الدخله عامله ازاي، خطير. واو. ندخل من هنا، نفتح الباب، واو، لقينا مين؟ الملك بنفسه. واو. هو ايه الجمدان ده؟ لا جمدان بس حر. حر قوي بصراحه، بس يعني اي لا 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 لا. بصوا تيجي هنا برضو، هنا في قاعده كده. وبعد كده نيجي بقى الحته اللي هنا ايه، تحس قطر نوم. بص يا جماعه السراير، واو واو. انا دلوقتي في اقدم قطر يعني موجود، ديزل السريع، في اقدم ديزل سريع يتعمل. حاجه في منتهى الروقان يعني. كان ندخل بقى هنا، نوصل لاخر الايه المحطه برضو. تحس هتلاقوا هنا حاجه بسيطه برضو يعني. انا حاسس ان انا تايه في ايه. نيجي هنا، ده مطبخ ده. بصوا حاجه كده برضو ايه، مطبخ وبتاع. كده نيجي هنا ايه، الكابينه من الناحيه التانية، كابينه السواق من الناحيه التانية. تجربه موجوده في قلب المنتزه في اسكندريه، حاجه اول مره اعملها في حياتي. خطيره يعني، خطيره بجد، انا منبهر. اخر محطه في جولتي كانت الصوبه الملكيه. مكان صغير بس له قيمة كبيرة جدا. اتعملت في عهد الملك فاروق، وكانوا بيزرعوا فيها نباتات نادرة جابوها من بلاد مختلفة مخصوص عشان تتزرع هنا في المنتزه. وأول ما تدخلها هتحس إنك في عالم تاني. الزرع في كل اتجاه مع صوت المية والهدوء هيخليك تنسى إنك في قلب اسكندرية. يا جماعة أنا دلوقتي في الصوبة الملكية اللي في المنتزه. طبعا يعني هي فيها نباتات أنا مش عارف أقول لكم عليها إيه يعني. أولا هي خطيرة يعني، خطيرة دي كلمة قليلة عليها. بصوا الجمال والحلاوة، تبقوا بس ايه متخيلين معايا احنا فين. فكرة بقى ان ايه، النباتات هنا بيقولك عمرها اكتر من 200 سنة يعني. حاجة في منتهى العظمة، خطيرة خطيرة خطيرة. بس فدي حاجة من الحاجات اللي يعني انا ما كنتش عارف اشوفها. انا بقالي 30 سنة في اسكندرية، انا ما اعرفش ان الحاجات دي موجودة بصراحة. يعني ما اعرفش ان الحاجات دي كده مفتوحة للزيارة يعني. بصوا يا جماعة بقى، دي المفروض ان احنا لما بنفركها كده في ايدينا كده
خلي ايدينا كده. حلو قوي. وبكده خلص يومي في المنتزه. مكان فعلا تحس انه بيجمع بين التاريخ والجمال الطبيعي في نفس الوقت. جولة خفيفة بس خلتنا ابص الاسكندرية من زاوية مختلفة تماما. فما تنسوش تقولوا لي في الكومنتات تحبوا اروح فين المرة اللي جاية، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب، وهتلاقوا التجارب بتاعتي في فنادق المنتزه لو حابين تشوفوا.